بسم الله الرحمن الرحيم. الزعيم البريطاني تشرشل، لما قالوا له ان انجلترا بتتعرض للقصف يوميا. فضلوا سنتين كده الالمان يضربوها يقصفوها الصبح وبالليل. بيقولوا انت مش خايف على انجلترا؟ قال لهم ما دام القانون الانجليزي بخير، ما دام القضاء الانجليزي بخير، فانجلترا بخير. القضاء ده اهم عناصر الدوله، اهم عنصر في الدوله هو القضاء، اهم عنصر. كل شيء تاني يمكن تعويضه. طب ما مصر انهزمت في 67 والجيش انتهى تماما، مصر حصل لها حاجه؟ عادي، الشعب يقدر يقاوم. طب ما المماليك انهزموا قدام نابليون، مين اللي قاوم؟ الشعب، وطردوا نابليون في ثوره يناير. طب ما الشرطه سابت البلد وروحت البيت، الشعب عمل لجان شعبيه وقام. القضاء، القضاء وقوه القانون اهم حاجه. الدول الاسكندنافيه، الدول اللي هي الانجلو ساكسونيه، اللي هي زي اللي هي بريطانيا، المملكه المتحده يعني. في فرق طبعا بين المملكه المتحده وبريطانيا وانجلترا، يعني كنت اتكلمت انا عنهم قبل كده يعني المهم الدول الجزر البريطانيه وامريكا وكندا واستراليا ونيوزيلندا عندهم نوع من القضاء اسمه قضاء المحلفين. ايه قضاء المحلفين ده؟ انه ده يخص القضاء الجنائي. القضاء الجنائي ده بيعتمد على المحلفين. يعني ايه المحلفين؟ يعني اذا ارتكبت جريمه في منطقه ووصلت للقاضي، القاضي بيعلن في الجريده لاهل المنطقه دول ان هو عايز محلفين، ناس متطوعين، ويبدا يختبرهم بنفسه مع وهو مع المحامي بتاع المتهم اللي ارتكب الجريمه او المدعى عليه انه ارتكب الجريمه، ومعاه وكيل النيابه اللي هو بيدعي على المتهم، ويبداوا يختاروا منهم 12 واحد. في اسس للاختيار ان يكون الشخص محترم، حسن السير والسلوك، ملوش اي علاقه بالمتهم ده من بعيد او قريب او حتى ساكن جنبه او عيلته، ملوش راي مسبق في هذا النوع من القضايا، يعني شخص يعتبر من اواسط الناس، رجل محترم كده، سلوكه لا غبار عليه، كبير في السن شويه يعني مبقاش شاب صغير، يعني معقول كده، يعني فوق ال 35 40 سنه، لحد ما يختاروا 12 واحد بيتفق عليهم. الثلاثه بيتفقوا عليهم، اللي هو القاضي والمحامي المتهم ووكيل النيابه. المحلفين دول بيقعدوا ما بيتكلموش خالص في المحكمه، ليهم منصه كده قاعدين فيها خلاص، بيسمعوا كل وقائع الدعوه، بيسمعوا الشهود، استجواب الشهود من قبل المحامي ومن قبل وكيل النيابه، بيسمعوا كل ملابسات القضيه، بيسمعوا مرافعه وكيل النيابه، مرافعه المحامي المتهم، وبعدين طوال القضيه بتقعد مثلا، مش بقى الجلسه بعد شهر، لا لا لا، مش الكلام ده. القضيه لازم تنهى خلال ايام، 3 4 ايام 5 ايام. طب المحلفين دول بيقعدوا فين؟ بيتم حبسهم في فندق او بنسيون مخصص لذلك داخل مرافق المحكمه، وبتبقى عليهم حراسه عشان ما حدش يرشيهم، وعشان كمان ما يتابعوش القضيه في وسائل الاعلام، لا يسمعوا راديو ولا تلفزيون ولا يقروا جرايد، ينعزلوا عن العالم خلاص طوال ايام المحاكمه. ان شاء الله تقعد 10 ايام 15 يوم، يعني دول معاهم تصريح من الدوله بان هم ما يروحوش الشغل، محدش يقدر يرفضهم عشان كده، يعني مسموح له في الفتره دي، حتى اسرته حتى اصحابه، لا تليفونات طبعا ولا اي حاجه خالص. بعد كده، بعد ما خلاص بيتسمع كل حاجه، القاضي بيقول لهم اتفضلوا مع بعض قدامكم مثلا 48 ساعه، تقعدوا على ترابيزه، في ترابيزه موجوده في البتاع، يقعدوا بينتخبوا الاول منهم واحد رئيس، غالبا بيكون اقدمهم سنا او يعني اي اكثرهم رتبه اجتماعيه، دكتور استاذ جامعي مش عارف ايه، قاضي سابق حاجه كده يعني، ويقعدوا يتناقشوا في القضيه، في هل المتهم ده بريء ولا مذنب، ويبداوا يجيبوا كل الاسانيد اللي هي تؤيد الكلام ده او الكلام ده، وياخدوا الاصوات
لو لسه في مجموعه مثلا ليها راي، الاغلبيه ليها راي والاقليه ليها راي تاني، يتناقشوا تاني وتالت، المهم لازم يوصلوا لاجماع ويخرجوا للقاضي. ايوه وصلنا لاجماع، المتهم مذنب في جريمه كذا كذا، توصيف الجريمه. هو كان القاضي حاطط لهم توصيف الجريمه، وممكن بيديهم خيارات، يعني يقول لهم قتل عمد مع سبق الاصابه والترصد، ولا قتل عمد بس، ولا قتل خطأ. ممكن يختاروا حاجه من دول. فالقاضي يقول طيب انتوا اخترتوا، الحكم هو اعدام مؤبد براءه. طب الحكايه دي ميزتها ايه؟ دي خطيره جدا. الحكايه دي ميزتها ان انت ما بتحطش مصير انسان في ايد القاضي، في ايد شخص، لان هو انسان عنده عواطف وعنده بتاع. هتقولي طب ال 12 عندهم عواطف، بس هم 12 ومن بيئات مختلفه ومن ثقافات مختلفه، واحد متعلم جدا وواحد متعلم متوسط وواحد بسيط، وبيتناقشوا وده بيقول وده بيقول. الرئيس اللي هو اكثرهم علما ده بيقعد يوجه المناقشات، يعني لو واحد بيقول حاجه غلط يقول لا بس انت قصدك كذا، لان لو كذا. مناقشات بقى طويله، ده في افلام اتعملت عن الحاجات دي، يقعدوا طول النهار، الاكل بيجي لهم فطار غدا عشاء شاي بتاع قهوه كله، يجي لهم الحراس بيجيبوا لهم كل حاجه، ويقعدوا طول النهار ما وراهمش حاجه غير المناقشه، وياخدوا استراحه ويرجعوا يتناقشوا تاني، ياخدوا استراحه ويرجعوا يتناقشوا تاني، ياخدوا استراحه ويرجعوا يتناقشوا تاني. فاذا انت هنا 12 واحد طبيعي هو حكموا على الشخص ده انه مذنب او غير مذنب، ارتكب الجريمه دي ولا ما ارتكبهاش، ولا ارتكبها عامد ولا هو جد غصب عنه كده يعني. دي خلت العداله في الدول الانجلو ساكسونيه دي يعني افضل عداله في العالم. يعني في مصر عندنا العداله زفت، العداله زفت. ليه؟ لانها بتخضع لمزاج القاضي رئيس المحكمه. رئيس المحكمه ده بيبقى معاه اتنين بس هو رئيسهم، هو اللي بيشوفوه هو عايز ايه، ما هو رئيسهم. ايه رايك يا باشا كذا، خلاص بيوافقوه. دي حاجه طبيعيه. النفس البشريه يعني دول اللي بيبقى اقدم منهم سنا واكبر منهم اكثر منهم مقاما، يقول لك يا عم ده هو فاهم القانون عننا. فاذا انت حطيت مصير انسان في ايد محامي، في ايد او واحد سفر واحد. وتبرير الشخص ده يقول لك ما هو في استئناف وفي نقد، يعني يفضل المتهم قاعد سنين طويله وبعدين يطلع براءه، ده كلام؟ لا، القضيه في امريكا مره واحده، ما تتفتحش تاني الا لو ظهرت ادله جديده. النيابه لو لقت حد قدم لها بادله جديده ممكن تعيد المحاكمه، غير كده ما تتعادش. المحاكمه مره واحده يا حبيبي، المحاكمه مره واحده، مش عندنا تقعد تتحاكم 50 مره. ايه الكلام الفارغ ده؟ ده نظام، ده قضاء، فين العداله في كده؟ الغريب بقى ان المؤرخين لقوا ان اصل نظام المحلفين ده اسلامي، جاي من الفقه المالكي، وكان بيتطبق في صقليه. صقليه دي كانت دوله اسلاميه، القضاء فيها كان بيشتغل بحاجه اسمها نظريه النظام اللفيف. الفقه المالكي عمل حاجه اسمها نظام اللفيف. لفيف يعني شله او مجموعه، المحلفين يعني ان هو بيجيب ب 12 واحد برضه من اهل المنطقه، الناس العدول المحترمين، وهم اللي يقولوا المتهم ده بريء ولا مذنب. تخيل نظام المحلفين، انا صعقت لما عرفنا دي. نظام المحلفين ده نظام اسلامي. طب احنا ليه ما دام دي حاجه بتاعتنا، يعني هم خدوها مننا وبقوا احسن دول العالم عشان عندهم اعدل نظام قضائي. اعدل نظام قضائي هو نظام الانجلو ساكسوني ده، هو ده النظام الانجلو ساكسوني. لان على الاقل المتهم بياخد الحكم في خلال مثلا اسبوعين بكتير قوي، خلاص. عندنا ممكن تقعد سنين عشان تاخد حكم، سنين. يعني كان عندنا الحبس الاحتياطي سنتين، اما جه عدلي منصور خلاه مفتوح. لذلك في ناس عندنا بيتحاكموا واخدين حبس احتياطي بقالهم 10 سنين. تخيل، امال العقوبه هتبقى ايه؟ اذا كان طب لو طلع براءه هترجعوا له 10 سنين من عمره ازاي؟ ازاي؟ انتوا دمرتوا حياته وممكن يكون بريء. ده عدل؟ هل ده عدل؟ ان شخص يتم سجنه 10 سنين احتياطيا وممكن يكون بريء لما يتم ادانته بس؟ كان زمان القانون رحيم بيخليها اقصى حاجه سنتين، ولو ان كتير سنتين.
كتير، شهرين